من حوالي يومين شفت فيلم كنت متحمس له جدا، وهو فيلم بوجونيا، وده تعاون جديد ما بين إيما ستون والمخرج اللي افلامه كلها غريبة يورجوس لانتيموس. وانا من الناس اللي بتعجبني قوي افلامه زي بور ثينجز وكايند اوف كايتنس. واحب اقول لكم ان ده يعتبر اقل افلامه من ناحية المشاهد الجريئة والمحتوى الصعب اللي كنا بنشوفه، وانه عارف يقدم فيلم طبيعي عنده رسالة وعنده فلسفة وفي مشاهد حوارية اكتر من رائعة، وكمان مباراة تمثيلية من اروع ما يمكن ما بين ايما ستون وجيسي بليمنز، والاتنين لازم يكون ليهم ترشيحات في الاوسكار. ولكن انا كاياد هبقى تيم جيسي بليمنز اكتر في الفيلم ده لانه عامل اداء جبار. كمان الفيلم وانت بتتفرج نظرتك ليه هتتغير مع الوقت لغايه ما بنوصل للفصل الثالث وتسلسل النهايه، وبنوصل لمرحله من الجنان مش طبيعيه ومليان عبث، وانا الصراحه بحب ده جدا. فالفيلم عجبني علشان ده فعلا فيلم للمخرج يورجوس لانتيموس، اقدر اتفرج عليه تاني عادي مش هبقى متضايق، لان بور ثينج وكايند اوف كايندنس على قد ما هي افلام حلوه، على قد انا ما احبش افتكرها وما احبش اعيش تجربتها تاني. فبشكل عام الفيلم ده حلو ويستاهل المشاهده، وهديله تقييم 8 من 10.